مساء الخير عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى ايه حيرة على الاكل كل يوم. قلنا نعمل ايه؟ عملنا كفتة باسهل طريقة، وعملنا مع رز بسمتي، وعملنا لسان عصفور وطحينة. وطبعا احنا في رمضان، كل سنة وانتم طيبين. وقضينا اليوم. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. جبنا نص كيلو من اللحمة المفرومة والبهارات بتاعتها، بهارات كفتة وملح وفلفل وحب كزبرة ناشفين وبابريكا، بصلايه كبيره مبشوره بشرينها. طبعا اللحمه اهي قدامكم، فيها نسبه سمين بسيط قوي، يعني مش كتير يعني. بنحط طبعا البهارات، وبنحاول نعصر البصله عشان خاطر الميه دي نستخدمها واحنا بنعمل الكفته. عصرناها اهو معاكم، حطينا بس ايه الميه على جنب كده اهي، عشان هنحط ايدينا فيها واحنا بنصبع الكفته. بس كده هنحاول بقى ندعكها كويس جدا، ندخل المكونات مع بعض. بصراحة يعني سهلة جدا. بس كده. بس فانا بحاول بقى ايه، ابقى في ناس بتعملها في المعلقة، بتعملها في عصيان اللي هي الشطاووك. انا عملتها في المقوار، يعني صبعتها على المقوار، بتبقى سهلة جدا برضو. اي حاجة يعني، ما تعطليش نفسك على حاجة. اهي كده جبت المقوار، حطيت معلقة صلصة صغيرة كده زي ما انتم شايفين على البصلة، عشان تديها لون حلو. اه. البصلة اهي طبعا انا بحط ايدي فيها عشان خاطر اعرف اعمل الكفتة ما تفكش معايا وكده. وهنعملها على المقوار، ما الواحد ما عطلش نفسه على حاجة يعني. عندك اي حاجة يعني كده، ظهر يعني المعلقة، اي حاجة يعني، الايد بتاعة المعلقة، اي حاجة. بس بنوسع كده عشان خاطر تاخد اللون معانا، وسهلة جدا. بصراحة ما فكتش معانا وكانت جميلة جدا. بس اهو. طبعا كنا محضرين صينية، كنت عايزاها كده سمنة، دهنها سمنة. هي كده اول واحد معانا اهو. هنعمل واحد تاني معاكم. سهل جدا، ما خدش وقت خالص. بصوا. بس تعوزتي ايدك البصل، بتخليه ما تلزقش في ايدك اللحمه، وفي نفس الوقت بتقوم ماسكه بسرعه، تبقى سهله معاكي. بس بتثبتيها جامد كده وتقومي شدها بالراحه. اهي طلعت معانا ايه، اهو صباع كفته جميل. بس هنعمل بقيه الكميه ونرجع لكم تاني. اهو كده خلصنا اهو الشكل. اهو ما شاء الله تبارك الرحمن. هنحط بقى ايه يعني نص كوبايه ميه بس كده، ونرفعها على النار يا دوبك تغلي، واقوم حطاها في الفرن. يا دوبك يعني تغلي كده غلوتين، واقوم حطاها في الفرن. نجيب بقى الحله بتاعتنا، نعمل مع بعض الرز. معلقه سمنه وحبه زيت صغيرين. اهو كده. طبعا كنت جايبه رز بسمتي، كنت جايبه نص كيلو، يا دوبك نص كيلو، كوبايتين مليانين يعني. بس ننزل بالبهارات. عود من القرفه، 2 ورق لورا، وبهارات الكبسه دي بجيبها جاهزه من عند الراجل، و2 لومي، ليمونتين لومي. بس بحاول اقلب بقى كده في السمنه والزيت لحد ما لونها بيغير اهو كده معانا، وريحتها بتطلع. طبعا ريحتها تحفه. ننزل طبعا، كنت غاسله الرز كويس جدا ومصفياه. بس كده نقلبه بقى كويس جدا لحد ما يتشرب معانا خالص، وياخد اللون زي ما هتشوفوا.
ياخد لون البهارات. طبعا انا كوبايه الرز عليها كوبايه ميه، فكنت طبعا حطيت ميه سخنه مغليه يعني للرز على طول اهو. كوبايتين ميه على الكوبايتين الرز يطلع معانا مفلفل وجميل. بس هنسيبه بقى ياخد ويدي كده مع بعض لحد يغلي ويتشرب. هوطي عليه النار خالص. نعمل بقى مع بعض. حطيت شويه ملح بس كده وهنغطي عليه. نعمل بقى لسان عصفور. نجيب معلقه سمنه برضو حبه زيت. جبنا برضو الحله بتاعتنا. هنحط نص حبه زيت اهو ومعلقه سمنه. هنحط بقى نص كوبايه لسان عصفور. مش هعمل لسان عصفور كتير لان ايه مش كل الاولاد بيحبوه يعني. نص كوبايه بس كده من لسان عصفور. طبعا هنقلبه كويس جدا. انا بنحب نعمله هو في لسان عصفور فيه كذا طريقه يعني. طبعا لحد ما ياخد معانا اللون ده كنا جايبين بصلايه بشرينها وجزرايه. لو في بسله حطي بيبقى طعمها جميل جدا برضو. قطع فراخ صغيره حطي بيبقى تحفه. بس احنا بقى عملنا كفته فما حطيناش بقى فراخ على لسان عصفور. وما كانش عندي بسله بصراحه، فقبل كده عملتها ببسله كانت تحفه برضو. الجزر والبصل بيديها طعم حلو قوي. طبعا بتاخد تقليبه حلوه كده لحد ما يتشوح خالص معانا. وبنجيب عودين كرفس نقطعهم برضو. بيدي طعمها جميل جدا وبيدي بصراحه ريحه وطعم تحفه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا عن الطريقه التقليديه اللي هو بنحمرها عادي بنحط الشوربه وخلاص. لا جربوا عليها بصل وجزر. ولو في بسله حطي. مفيش خلاص يعني. بقى طعمها تحفه بصراحه. وعود الكرفس ده بيخلي طعمها حلو قوي. بس بنشوحها بقى كده مع بعض لحد ما ريحتها بتطلع كده لونها بيغير. ننزل عليها بالايه حبه صلصه صغيرين قوي. يعني قد معلقه صلصه كده بس تديها لون بس حلو. بس بنديها تقليبه كده حلوه. كنت محضره شوربه. كنا عندي شوربه لحمه. ننزل عليها بالشوربه. طبعا الكفته كده انا شفتها وكانت استوت معانا. ننزل عليها بقى كده بالشوربه. بس كده لو عايزه مغرفه شوربه تاني حط لها. كده انا حطيت لها مغرفتين شوربه تاني. نشوف الرز معانا برضو اهو لسان عصفور جنبه اهو بيستوي. كده الرز استوى كده خلاص اهو معانا. متفلفل وجميل جدا. وريحته بقى خلينا اقول لكم تحفه. بس كده قلبنا معاكم والرز العصفور استوى اهو. نحط له بقى البهارات بتاعته ملح وماجي وفلفل اسود بس. نقلبها تقليبه كده خلاص ونطفي البوتاجاز. وده الشكل النهائي طبعا بعد ما غرفنا الكفته. الكفته كانت جميله جدا جدا بصراحه. وما خدتش وقت خالص. طبعا انا كنت حطاها على الشبكه. ولسان عصفور معانا اهو. طعمه تحفه وريحته تحفه. وعملنا طحينه. عملناها برضو بطريقه المحلات. نبقى نعملها معاكم في مره في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم برضو الفيديو. بصوا الكفته عامله ازاي. حطينا طبعا بقدونس. قطعنا بقدونس تحتيها. جميله جدا وطعمها تحفه. والرز برضو هو مفلفل معاكم. بصراحه عجبوا الاولاد جدا. في ناس بتعمل الرز بطريقه تانية يعني كل واحد ليه طريقه. بس دي اسهل حاجه يعني. طبعا المفروض سلطه خضراء ومخلل حاجات كتير بس انا قلت اصور لكم اللي انا عملته. وبألف هنا عليكم يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين.